أنا مزوق فيك الدنيا معاك الحبيب، أنا مزوق فيك اديني نشوف المغرب، أنا مزوق فيك اديني معاك الحبيب. الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، أضحى القطب المالي للدار البيضاء حسب تصنيف المؤشر المرجعي للمراكز المالية الدولية أول سوق مالي على الصعيد الإفريقي، متقدما بذلك على المركز المالي لجنوب إفريقيا الذي احتل المرتبة الثانية في التصنيف القاري. من حيث السمعة المالية، رسخت الدار البيضاء نفسها كمركز مالي رائد في إفريقيا، مما يجذب الشركات والمستثمرين الدوليين. أكدت صحيفة البريطانية أن تركيز المغرب على الدخول في التكتلات الإفريقية اقتصاديا وسياسيا فتح المجال أمام الشركات المغربية للاستثمار في إفريقيا وخلق مشاريع بناءة تزيد من جاذبية الاقتصاد المغربي وتساعده على التطور والريادة. وأضافت الصحيفة في مقال ركز على القطب المالي للدار البيضاء ودوره في تطوير وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الإفريقي، إن مهمته القطب المالي للعاصمة الاقتصادية يشكل محط اهتمام وله دور محوري في جذب الشركات للاستثمار في المغرب، نظرا إلى الموقع الجغرافي القريب من أوروبا واستقراره السياسي، وهي عناصر مهمة تجعل من المغرب قاعدة مواتية للاستثمار. واستطاع تأسيس مجموعة قوية من الأعضاء المكونين من مقاولات مالية والمقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات والشركات القابضة، يقدم لأعضائه امتيازات قيمة ومواكبة لتسهيل الأعمال ذات جودة عالية ترمي إلى تسهيل نشر أنشطتها في إفريقيا، ويسعى بتعزيز الخبرات الإفريقية لأعضائه مع تحفيز التآزر وفرص العمل المشترك بين الأعضاء.